تخيل تصحى من النوم، تنزل تشتغل شوية، ترجع تلاقي العيلة كلها راحت فيها، وأختك بتجري وراك عايزة تعضك، والله. أهلا بيك في بداية قصة تانجيرو. دوس لايك وشير بقى يا وحش، وتعالى شوف أول أرك من أنمي قاتل الشياطين بس بالمصري. يلا نبدأ. تانجيرو شاب طيب مؤدب ابن ناس بيبيع فحم، يعني شبه ابن خالتك اللي عمره ما عمل مصيبة. بس ربنا ما ابتلاهوش، لأ، ده رماه في مصيبة. يرجع من الشغل يلاقي العيلة كلها راحوا ضحية حاجة سودة، دم في كل حتة. بس نيزوكو أخته لسه عايشة. فين بقى المشكلة؟ بقت شيطانة. استغفر الله العظيم يا رب. يعني بدل ما تقول له الحقني يا أخويا، هجمت عليه بسنانها. وظهر واحد جامد اسمه جيو، المفروض إنه يقتلها، بس قلبه رق لما شاف دمعتها. والله الشيطانة بتعيط. تانجيرو بيقابل ساكونجي، راجل لابس قناع وما بيضحكش خالص. خده وقال له يلا نتمرن. التمرين عادي؟ لا، اجري فوق جبال، اكسر صخور، اتحشر في فخاخ. وده كله من غير حتى ما اقول له كويس ولا برافو يا نجم. وفي وسط القرف ده كله بيظهر له ثابته ومكوم، اتنين لابسين بدل تنكرية، وبيقولوا له انت بطيخ. كل ما يفتكر انه بيتقدم ياخد علقة من ثابته. بس تانجيرو ما استسلمش، وفي الاخر بيكسر الصخرة اللي كانت قدامه. ودي كانت اول علامة انه بقى جامد. ساكونجي قال له يلا ادخل بقى اختبار قاتل الشياطين. تانجيرو قال له يا سلام، بسيطة. الاختبار عبارة عن ايه؟ تعيش 7 أيام في غابة كلها شياطين، ومش أي شياطين لأ، ده فيها شيطان عنده أيادي قد الكاوتشات، قاعد هناك بقاله 47 سنة. والشيطان ده حاقد على ساكونجي لأن هو اللي حبسه في الغابة دي. قعد يقتل كل التلاميذ اللي تبعه، من ضمنهم سابيتو وماكومو اللي ظهروا لتانجيرو وخلوه يقدر يكسر الصخرة. هنا تانجيرو ولع وقال إيه؟ يانا يا انت. وبتقنية من تنفس الماء قطع له دماغه وعمل فيها رامبو. أنا مش فاهم إزاي تانجيرو ده ما ماتش من التدريب أصلا. ده بقى يمشي على الأشجار ويشم ريحة الدم زي الكلاب البوليسية. ونيزوكو نايمة في الصندوق كأنها بتشحن في الباور بانك. بس أهو اتولد بطل جديد، وسنة أولى قتل الشياطين بدأت. ودي كانت أول 4 حلقات من قاتل الشياطين بالمصري. لو عجبك اللي شفته، دوس لايك وشير وخش تابعني، لأن اللي جاي دمار. سلام يا أبطال الأنمي.